صباح الخير، مساء الخير، كل من حسب توقيته. اليوم تعالوا نسولف عن موضوع مهم، هو حاولت أن أسميه رسالة وداع. حينما تنتهي علاقتك أو علاقتك بشخص معين، سواء حبيب، زوج، إنسان عزيز، صديق مقرب، تقررون التفرقة أو تقررون البعد، يعني جاي ألاحظ في أغلب العلاقات، وليس الكل، أغلب العلاقات، إنه لما يصير بعد واحد يقعد يحكي على الثاني، أو واحد يحاول الانتقام من الطرف الآخر. أحكي الموضوع يعني كلا الجنسين. خلي أتفق وياكم على شغلة في علم النفس، وتقدرون ترجعون للكتب وللإنترنت تتأكدون من صيغة كلامي هذا اللي جاي أتكلمه أنا وياكم. حينما نترك شخص نحبه نمر بمراحل عديدة. أولا ننصدم بالموقف، يفكر عقلنا إنه معقول هذا الشخص اللي يحبني تركني، معقول هذا الشخص ابتعد عني. ثاني مرحلة نمر بمرحلة الدموع، نقعد نبكي وننقهر ونتألم ونقعد بالظلام. ثالث مرحلة نمر بها هي قطع الأكل، أي سد الشهية. وتعب وخمول، وكل هذا احتمال يبين على وجهنا، احتمال لا، يعني احنا لحد الآن ما مصدقين انه هذا تركنا. المرحلة الأخيرة نحاول نتقبل الوضع، أو نساعد نفسنا على تقبل الوضع اللي احنا نمر بيه، وانه احنا ليش نبكي. المرحلة اللي بعدها نقوي نفسنا، نحاول ننشغل، نحاول نكون على النت، نحاول نكتب، نحاول نطلع مواهبنا، نحاول نروح للدوام، نحاول نضحك، نحاول نلبس، نحاول في كل الطرق على مود ننسى هذا الشخص. بعض الأشخاص لما يمر بهذه المراحل مباشرة يفكر بالانتقام. طبعا أنا أتكلم، أرجع وأقول يعني كأنثى وكرجل، نفكر بالانتقام ونشوف إنه في الطريقة ننتقم بها. ليش؟ شنو السبب؟ اللي تركك وراح وفكر إنه يتركك لأي ظرف من الظروف، لأي ظرف من ظروف الحياة، هذا عمره ما حبك. ماكو إنسان مجبور على أنه يترك اللي يحبه، لازم أكو أسباب، وإذا كانت الأسباب لا تعالج فالترك أفضل. ولكن ماكو شيء اسمه مجبور، ماكو شيء فكرة بالموضوع. حاول أن تكتب رسالة اللي تحبه، رسالة تكتب له، حتى وأن كانت عن طريق العالم الافتراضي اللي هو الواتساب، الفايبر، الفيسبوك، غيره. هذا كله نسميه احنا عالم افتراضي. هاي الرسالة تكون رسالة وداع، مثل: إلى من أحببت، راح أتركك ولكن
أتركك بأمان الله سبحانه وتعالى. راح أتركك وأنا قلبي يدعي لك بأن تكون بصحة وبعافية وبسلامة. راح أتركك وأنا أتمنى لك كل التوفيق. الأيام اللي قضيتها وياك كانت أيام كلش حلوة، كانت أيام ذكرى جميلة. فهذه الرسائل تساعد الإنسان بأن يخلي لك ذكرى طيبة وموقف طيب من الداخل. يعني تساعد كل إنسان بأنه يزرع ذكرى طيبة وثقة طيبة في القلب. ولا تفكرون بالانتقام، لأنه الانتقام أبد ما راح يجيب نتيجة. الانتقام راح يجيب نتيجة الحقد. بالعكس، اللي رايد يتركني أفتح له البيبان وأقول له الله يوفقك. تحياتي لكم، وأتمنى تكتبوا لي المواضيع اللي حابين أتكلم عنها بالحلقات الجاية. أنا من تكلمت بالنسبة لهذا الموضوع تكلمت لكم أنتم، وأتمنى هذا الموضوع يتخذ ومن نروح وننهي علاقاتنا ننهاها بقلب طيب، لأن عندنا مواقف حلوة، فالمواقف الحلوة دائما